طب إزاي نستعد لامتحان المزاولة؟ لو أنت لسه داخل الجامعة جديد أو لسه يعني في تالتة أو رابعة، فأنت ممكن تعمل حاجة جميلة جدًا، وهو إن أنت تركّز أصلًا في المواد اللي أنت بتذاكرها. هو الراجل ده هيمتحنك في إيه؟ ما هو ده الbase، ده اللي هيمتحنك فيه، أنت لسه undergraduate. مش هيمتحنك في حاجة فوق الكلام ده، فأنت تركّز على الanatomy، على الphysiology، الpathology، ال يعني راوند الأورثو والنيورو دول يعني تحفظهم زي اسمك، لإن دول اغلب حالات العلاج الطبيعي، فانت لازم تكون مركز في الراوندين دول. طيب الامتحان بقى، الامتحان ده بعد ما انت يكون عندك بيس كويس انت جايبه من الجامعه، يكون معاك لغه المانيه كويسه جدا، على الاقل بي 1 او بي 2، هيبدا ان هو يديك كورس يجهزك للامتحان ده، ان كان امتحان المعادله، او في بعض الجامعات اصلا او بعض المقاطعات في المانيا بتتطلب امتحانين، امتحان يعني زياده. فانت كل ده بيبقى ليه كورس. الكورس ده لو بيبقى مدفوع لو انت هتمتحنه او هتاخده من بره المانيا، ولو انت دخلت المانيا باي شكل كان هتاخده ببلاش، اللي هو كورس التجهيز للمعادله دي. وبس اهم حاجه نصيحتي اللغه، وانك تركز في المواد اللي انت فيها دلوقتي.